جوزي بيجهز نفسه للعروسة الجديدة. هقول لكم في الفيديو على كل حاجة ومش هخبي عنكم اي حاجة. زي ما انتوا شايفين، اول حاجة جات لنا المراتب، احنا رحنا حجزناها، وجايب بقى حاجات وايه وبيجهز للعروسة. يلا بينا نشوف الفيديو ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو بتاعنا هيكون فيه ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده معانا يوم جديد وروتين جديد، بقالي كتير ما عملتش معاكم اي روتينات، فيلا نجهز للعروسه الجديده اللي جوزي هيجيبها. جوزي بعد 14 سنه جواز هيجيب عروسه جديده، فيلا بينا مش مشكله. يلا بينا بقى نخش على الفيديو نشوف هي التفاصيل وايه هي العروسه الجديده وايه هي كل الحاجات اللي هتبقى في الفيديو. الفيديو ده عباره عن 3 ايام ورا بعض، يعني روتين 3 ايام. اول حاجه طبعا احنا رحنا حجزنا المراتب. انا بعد 14 سنه جواز خلاص المراتب بتاعتي جابت اخرها. طبعا كلنا عارفين ان المراتب دي بتكون بضمان، والضمان كان 10 سنين، فخلاص المراتب فعلا خلاص هلكت. فطبعا رحت غيرت بقى اللي جبت المراتب، وبيجهز نفسه بقى عشان هيجيب عروسة جديدة في البيت. فجبنا طقم سراير وجبت كل حاجة جديدة. انا بقالي فعلا حرفيا كتير ما اشتريتش اي حاجة في بيتي ولا جبت اي حاجة. اللي متابعني عارف ان انا بقالي كتير فعلا ما اشتريتش اي حاجة ولا في مناسبات ولا اي حاجة، ان انا ممكن اغير التغيير الجذري ده. فجبت طقم سراير حلوة جدا، كانت اسعارها كويسة. في اليوم ده فرانين كانوا عاملين عرض ان انت لما تاخدي طقم سرير تاخدي التاني بنص التمن تلقائي. كان العرض كان ساعة من 10 ل 11. كان العرض من 10 ل 11، وانا كنت هناك في الوقت ده، في وقت العروض. ففعلا اشتريت الطقم وخدت التاني بنص التمن. فجبت بصراحة 4 تطقم سراير زي ما انتوا شايفين. وجبنا بقى المراتب دخلتها كده بقى. اول حاجة ده كان اول يوم ما المراتب جت. لما جت كانت خلاص يعني الدنيا ليلت، فبرضه ما سكتش يعني. عملت روتين طبعا، حطيت المراتب الجداد الاتنين على سرير وحطيت التانيين على سرير لحد ما نشوف هنظبط الدنيا ازاي. وبرضو شلت المرتبة القديمة اللي كانت على سريري وحطيت المرتبة الجديدة، بس طبعا ما كنتش شلت بقى ايه من عليها لسه الكسوة اللي هي التغليف بتاعها ده ولا اي حاجه. ففي اليوم ده بقى قلت ان انا كان عندي الكسوه، طبعا شايفين المراتب رغم ان هي عندي بقى لها داخله في ال 14 سنه بس كانت نظيفه، علشان انا بعد جوازي على طول عملت اللي هي الكسوه اللي هي بالسوسه دي للمراتب، زي اللي هي المراتب المعموله دي. بدات بقى اغسل وشلت فرش السراير، بقالي 3 ايام حرفيا عماله اغسل واعمل حاجات كتير في الشقه، عشان قلت بقى هفرش على نظافه. ما دام انا جبت مراتب يبقى هفرش على نظافه. زي ما انتوا شايفين برضو كان عندي بديل سجاد كله طلعته غسلته، وغسلت كمان الكسوه بتاعه المراتب، ال3 مراتب كلها غسلتها. وزي ما انا قلت لكم الدنيا ليلت عليا، فوقفت بقى روتين في اليوم ده. خلصت الغدا واتغدينا ووقفت بقى روتين، بس غسلت وخلصت كل حاجه. وهنطلع طبعا هنبدا في روتين تاني بكره. يعني ده 3 ايام الروتين الاول 11 دقيقه اللي انتوا هتشوفوهم دول كانوا 3 ايام شغل في البيت. كل يوم كنت بعمل حاجه وبجزأ نفسي على حاجه. ده تاني يوم بقى. طبعا احنا فكينا اللي هو الكيس اللي كان على المرتبة عشان طبعا نعرف ننام. فرشتها برضو فرش السرير كده. وده تاني يوم في الروتين. تاني يوم في الروتين بقى هنعمل ايه؟ هقلب الأوضة دي. طبعا انا ما بقلبش القلبة الثانوية دي غير قبل رمضان، بس انا قلبتها دلوقتي. طبعا احنا داخلين على مدارس، وقلت مادام انا جبت مراتب جديدة فاقلب بقى بالمرة عشان يبقى تنظيف عميق للعروسة بقى اللي جوزي جايبها ونستقبلها كده بنظافة يعني. فقررت ان انا ايه هعمل الروتين السنوي ده. اول حاجه هخش على البلكونه، انا السجاد ده كنت غسلاه قريب وكان نضيف، فحطيته كده على البلكونه. وهبدا دلوقتي ان انا الم الغسيل علشان هبدا بالبلكونه. البلكونه عندي هتفوق معايا الدنيا خالص مادام هقلب صحاره. فكل حاجه تحت السرير هدخلها في البلكونه، بس طبعا هنخلص البلكونه الاول بكل حاجه فيها. اول حاجه دلوقتي ان انا بدات الم الغسيل اللي كان على البلكونه. هلم الغسيل وهطبقه. الروتين اللي احنا عملناه امبارح كان فيه غسيل، فهنقوم نخلص روتيننا او نخلص يومنا وبعد كده نبدأ في يوم جديد. فزي ما انا قلت لكم هقوم كده ان انا هلم كل الغسيل اللي على البلكونه، عشان حرفيا انا همسك البلكونه كلها هغسلها. هغسل الشيش وهغسل البلكونه الارضيه. وطبعا اليومين دول موسم البلح، وانا اصلا عايشه في وسط النخل، فالبلح عمال يسقط عندي في البلكونه، فحرفيا البلكونه متدمره بسبب البلح اللي هو بيستوي قوي ده، وتلاقيه واقع عندي في البلكونه فبيبهدل لي البلكونه. بدأنا ان احنا خلاص لمينا الغسيل وطبقناه ودخلنا على البلكونه بقى بالفرشه كده والصابون وغسلنا الشيش ونضفناه. هنبدأ ان احنا بقى نشطفه. نبدأ البلكونه اتغرقت ميه، وطبعا البلكونه عندي ما فيهاش حاجه بتصرف الميه، فالميه دي كلها لازم المها. بس طبعا مسكتها بقى كده بالمقشه وقعدت ادعك بقى بالبريل، وان انا انضف البلكونه تنظيفه عميقه عميقه عميقه.
من كل حاجه فيها، وهبدا ان انا امسحها مسحه حلوه وهنضفها، عشان زي ما انا قلت لكم البلكونه دلوقتي هي الحل اللي انا هطلع فيها كل حاجه تحت السرير. وبعدين دلوقتي الشمس بتيجي في البلكونه دي، فكل حاجه تحت السرير هتشم نفسها بقى وتتهوى كده في الشمس. غسلنا الكسوه بتاعه المرتبه، وطبعا بدات ان انا احطها تاني، ما انا مش هفرط فيها بصراحه، مش هكدب عليكم، مش هجيب بقى ايه كفرات اللي طالعه جديد دي، حاسه ان هي عامله زي الشاش. هبدأ بقى ان انا اشيل، طبعا كلنا عارفين المراتب التاكي دي او المراتب اللي بسوست لازم نحط تحتيها ايه، كرتونة كبيرة كده. هبدأ بقى ان انا اطلع كل حاجة في البلكونة. طبعا في الوقت ده طبعا خليت ولادي يساعدوني علشان نشيل كل حاجة، ونبدأ ان احنا نفرغ كل حاجة تحت السرير. زي ما انا قلت لكم الشمس هتيجي دلوقتي هتطهر بقى البطاطين والحاجات اللي تحت السرير دي كلها. فانا بصراحة خلصت الأوضة، وطول ما الشمس كانت على البلكونة خليت الحاجات في البلكونة. هبدأ ان انا دلوقتي برضو اجر السرير وامسك الشباك اللي ورا السرير، انضفه وامسحه والمعه واخليه زي الفل. وجريت كل حاجة ومسحت ورجعت كل حاجة تاني مكانها، وكمان ركبنا الستارة اللي ورا الشباك، اللي هي في الشباك قصدي اللي ورا السرير، برضو علقتها بالمرة. وبعدين ايه قمت جرى السرير قافلاه. برضو الشمس كانت لسه على البلكونة، استنيت شوية لما الحاجة اتشمست وبقت تمام، وبدأت ان انا ارجع كل حاجة مكانها. طبعا بفرش حاجة الاول، الدنيا في الصالة متبهدلة متبهدلة، بس هو ده الروتين اللي انا عملته اليوم ده. انا جزأت نفسي على ال3 ايام. يوم ما المراتب جت وتاني يوم قمت على اوضتي عملت لها تنظيفة عميقة من كل حاجة، دي التنظيفة اللي انا اصلا كنت بعملها كل سنة، بس انا عملتها بدري شوية. يعني انا كده مش هعملها في رمضان، انا خلاص عملتها ونضفت تحت السرير حرفيا، والله تحت السرير كان نضيف. بس هي عادة، يعني هي ربنا ما يقطع لنا عادة يا رب. وانا عن نفسي مادام انا جبت حاجة جديدة في شقتي لازم اقلب الشقة كلها وافرش فرش نضيف، احس ان الشقة كلها نضيفة. خلصت الأوضة برضو كان الجو ليل. هبدأ كده اطلع الم الصالة، يعني لم عادي، عشان بكرة هيكون عندي روتين في الصالة. يعني احنا كده خلصنا اوضة النوم الكبيرة، تاني يوم هيبقى عندنا روتين عميق في الصالة. وبعد كده بقى هنخش على الروتين العميق اللي هو في اوضة الاطفال. بس هقول لكم انا هعمل ايه. يعني اوضة الاطفال ده هيبقى روتين لوحده. حرفيا انا اتهلكت في ال3 ايام دول، والله تعبانه جدا. ما منتج لكم الفيديو فعلا، انا مقصه الفيديو ومصغره في حاجات كتير ومنتجاه في حاجات كتير، بس فعلا اللي ورا الفيديو اكبر من كده بكتير. يلا يوم جديد، والنهاردة تالت يوم وهيكون الروتين بتاعنا بقى في الصالة. الصالة دي حرفيا هتتغير، كل حاجة فيها هتتغسل وهتتنضف وهتبقى فلة شمعة منورة. هبدأ طبعا ان انا هلم بقى كل اللي هيسعف معايا دلوقتي. الغسالة النص اللي هي بحودين عشان انا عايزة اغسل الكنب ده، الكفر بتاعه كله عايز يتشال يتغسل، الشاسيه عايز يتغسل، الدنيا بايظة خالص في الصالة. فقررت بقى مادام هي تنظيفة عميقة يبقى احنا كل ركن في الشقة هنغسله، واحنا كده كده داخل علينا مدارس. يعني الروتين المدارس اللي احنا المفروض هنعمله هو كده كده داخل علينا مدارس، فيلا بقى نعمل بالمرة ونفرش المراتب على نضيف. حتى نفرش فرش السرير والمراتب الجديدة، يعني كله يبقى الشقة نضيفة. غسلت طبعا الحافظ وغسلت دورة غسيل ونشرت ده كله على الغسالة النص. اسعفتني بصراحة، بس الحافظات اللي هي دي بغسلها على الغسالة اللي هي الكبيرة، واي غسيل تاني غسلته على الغسالة اللي هي الموحدين والنص دي. دول اتغسلوا اهم وركنتهم. وهبدأ دلوقتي بقى ان انا بعت ابني عند بتاعة الصابون اللي جنبنا، قلت لها انا عايزه خلطه حلوه جدا هغسل بيها انتريه اسود وفاتح. بعتت لي نوعين خلط على بعض، وقلت لها عايزه سبونشه، بعتت لي السبونشه دي، بس ما عادتش زي الاول البتاعه الخضراء اللي فوق دي لقيتها طلعت على طول دي، بس استخدمت السفنج عادي. بس بصراحه السبونشه دي مسكت لي الانتريه خليته فل. هتشوفيه قبل وبعد، لا فرق فعلا. انا بدات ان انا امسك اصبن الانتريه كله، وبعد كده اجيب فوطه مبلوله ميه نظيفه وابدا ان انا بقى الم الرغاوي دي كلها. ففعلا حرفيا الانتريه نضيف جدا. هتشوفوا الفرق فعلا. الكنبتين دول بعد لما لبسنا المخدات والشلت رجعوا فله. الخلطه دي كانت حلوه قوي، معرفش هي عملت ايه على ايه. وبدات برضو ان انا اجر، يعني انا هجر هغسل وهلمع زي ما انتوا شايفين، وهجر امسح تحتيه وارجع كل حاجه مكانها. بدأت ان انا خلصت الكنبة دي، وهبدأ اروح برضو على الكنبة التانية ان انا برضو هغسلها الغسلة التمام وهجر وراها وهمسحها وارجعها. خلصنا الجزء اللي بره دي، وهنخش بقى على الجزء اللي جوه ده بقى الانتريه فعلا اللي انا بشيل همه، اللي هو اللون الاسود ده. فعلا بياخد مني وقت ومجهود كتير وبتعبني فعلا. شايفين شكل الكنب قبل وبعد؟
قبل كده كان الكنب مطفي وكان شكله متوسخ جدا، شايفينه دلوقتي بقى عامل ازاي؟ شايفين بقى الكنب ده؟ احنا حياتنا في الحتة دي، اكل وشرب وكل حاجة في الحتة دي، ففعلا متبهدلة والله العظيم. طبعا جبت طقم المخدات التاني، لبسته وركنته، عشان طبعا بعد غسلة الانتريه ده في الفرش ان شاء الله يبقى فيديو لأوضة النوم الاطفال لوحده، وفيديو الفرش لوحده، ان انا هحط الكسوة بتاعة الانتريه. انا كنت بحطها في المناسبات، بس انا ان شاء الله ربنا يكرمني واحاول ان انا اجيب كسوة تانية، فهخلي الكسوة دي محطوطة على طول. ان هي فعلا الانتريه الاسود ده بيتبهدل وبياخد مني مجهود كبير، انما بحط عليه الكسوة الكفر ده، بشيله اغسله واحطه تاني نضيف. فان شاء الله الكفر اللي عندي هبدأ ان انا احطه على طول، وان شاء الله ربنا يكرم واجيب كفر جديد، ربنا يدينا العمر، وابقى افرشه في المناسبات والاعياد. بدأت برضو ان انا اجر زي ما انتوا شايفين واغسل واصبن، واهم حاجة برضو فوطة مبلولة نظيفة، والم بقى كل الرغوة دي، عشان كلنا عارفين ان الانتريه الاسود بيجير. مسكت الشباك كله لمعته، وبرضو غسلت الستارة غسلة حلوة، وركبت الستارة. وده كان تالت يوم في روتين، ده كان روتين 3 ايام. شايفين شكل الكنب؟ انا مبسوطة جدا، انا بحب ريحة النظافة وبعشق النظافة، بعشق ان الدنيا كده حواليا تكون نظيفة زي ما انتوا شايفين. ده كان روتيني. عملنا اوضه الاطفال، عملنا اوضه النوم الكبيره، وعملنا الصاله، وانتظروا الروتين الجاي في اوضه الاطفال، هيبقى قوي جدا وفي حاجه جديده. جهزت للعروسه الجديده، وبدات ان انا اخلي شقتي كلها حته حته روتين عميق زي الفل. انتظرونا في فيديوهات جايه، مع السلامه.